يمكن تكون اتحرمت من الحنية، ويمكن كبرت وانت مستني حضن مجاش، أو كلمة بسيطة كانت كفاية تغير حاجات كتير بس ما اتقالتش. ويمكن لحد النهاردة جواك حتة صغيرة لسه بتسأل: هو أنا كنت أستاهل أحسن من كده؟ بس الحقيقة اللي لازم تتقال إن اللي اتحرمت منه مش لازم يتكرر، مش لازم الوجع اللي عشته يبقى هو نفس الحكاية اللي بتكتبها لابنك، ولا نفس الإحساس اللي بيكبر جواه من غير ما يفهمه. يمكن محدش علمك إزاي تحنه، بس ده ما يمنعش إنك تتعلم، مش عشان تبقى كامل لكن عشان تقف عند اللحظة دي وتغير المسار. أوقات كتير الفرق بين قلب موجوع وقلب سليم مش الظروف، الفرق إن في أم أو أب قرروا اللي اتحرموا منه ما يتحرمش منه أولاده. ومن هنا تبدأ الحكاية، مش حكاية تربية، دي حكاية قلب بيحاول يتعلم يعمل حاجة ما تعلمهاش. انت مش مطالب تبقى مثالي ولا تتحول فجأة لشخص تاني، محتاج تبقى واخد بالك، تاخد بالك ان ابنك لما يعيط هو مش بيستقوى عليك، هو بيستغيث بيك، وان عصبيته ساعات مش قلة أدب قد ما هي طريقة صغيرة بيقول بيها أنا محتاجك. خد بالك من كلماتك مش عشان تخوفه، لكن عشان كل كلمة بتتحط جواه بتبني يا بتكسر. ولو لقيت نفسك تعبان ومش قادر تحتوي مش لازم ترد فوري، مع الوقت حاول تقرب بطريقتك البسيطة، اسأله عن يومه، اسمعه من غير ما تقطعه، طبطب عليه حتى من غير سبب، وقول له كلمة حلوة من غير مناسبة. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتعمل الأمان. يمكن في الأول تحس إن الموضوع غريب وتقيل عليك لأنك بتعمل حاجة محدش عملها لك قبل كده، بس واحدة واحدة هتلاقي قلبك بيتعلم وبيحن وبيطلع منه حب كان مستخبي من سنين. فاكر الجرح اللي كان جواك؟ انت دلوقتي قدامك فرصة، يا إما تسيبه يسافر زي ما هو، يا إما تقف قصاده وتقوله لحد هنا وخلاص. وفي الآخر يمكن انت اتحرمت من حاجات كتير، من حضن كان بيهون أو كلمة كانت هتطبطب، بس ابنك مش محتاج منك غير حاجة واحدة بس، يحس إنك قريب. وصدقني كل مرة بتقرب فيها حتى لو بسيطة انت بتمسح جزء صغير من وجع قديم وجزء أكبر من خوف جواه. فلو الدنيا شدت عليك يوم افتكر إن اللي اتحرمت منه مش لازم يتحرم منه ابنك، وإن حضنك حتى لو ما تعلمش من حد لسه يقدر يبقى أدفى مكان في الدنيا.